كما أن السحر موجود فالوقاية من السحر موجودة أيضا. الدليل في قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام. قبل البدء في هذا الفيديو أرجو دعم هذا الفيديو بالإعجاب مع ترك تعليق بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وفي حديث آخر: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رجاء اتركوا تعليق بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هناك خبر سار: لن تصاب بحسد، ولن تصاب بعين، ولن تصاب بسحر، ولن تصاب بمس، ولن تصاب بأي شيء يضر ما دمت مداوم على هذا الذكر. وإليكم هذه القصة. كان هناك راق مشهور كان يرقي امرأة مريضة بالسحر، فنطق الجن وقال: أنا لا أخرج. قال: ستخرج. الراقي يقول الجن: ستخرج. فيقول الجن: أنا لا أخرج. يقول الراقي: بل ستخرج وسأقرأ عليك القرآن حتى تحترق. فبدأ في قراءة القرآن إلى أن قاطعه الجن وقال: حسبك، استنى. قال: ماذا؟ قال: سأخرج لكن بشرط. قال: وما شرطك؟ قال: أن أدخل فيك أنت. قال: إذن هيا. فقال الزوج وزوجته المريضة بجواره والراقي موجود. قال الزوج للراقي: يا شيخ، لو دخل الجن فيك وأغمي عليك من سينقذك في هذا الموقف؟ قال: لا، اتركه، تعال وادخل في جسمي. فانتظر قليلا فبكى الجن وهو يحضر على الفتاة أو الزوجة المريضة. فقال الراقي: ما يبكيك؟ قال: لن يستطيع أي جن يدخل فيك اليوم. قال: لماذا؟ قال، وهنا الشاهد: لقد قلت بعد صلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فقال الراقي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزوج للراقي: لماذا قلت ذلك؟ قال: لأني فعلا قرأت بعد الفجر في هذا اليوم هذا الذكر 100 مرة. والحديث أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كان له ذلك حرزا من الشيطان يومه كله حتى يمسي. فلو تمسكت بهذا الذكر كل يوم بعد صلاة الفجر لن تصاب بعين، ولن تصاب بسحر، ولن تصاب بحسد، ولن تصاب بأي شيء يضر، لأنك بسبب قراءتك لهذا الذكر كان لك حرز من الشيطان وضره يومك كله حتى تمسي. هذا والله أعلى وأعلم. لو عجبك الفيديو رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعار مع عمل إعجاب وترك تعليق بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.